جماعه النهارده هعمل سيف ياباني حقيقي بكل تفاصيله، وهعمل له شفره تقطع اي حاجه بكل سهوله، وهنجربه مع حاجات كتير هيبقى جامد قوي بجد. واول حاجه اتفرجت على اشكال كتير وهعمل السيف ده، وباقي الاشكال هعملها برده بس بعدين. وجهزت ديزاين لكل القطع اللي هحتاجها وحاجات تانية الفيديوهات اللي جايه، فما تنسوش تعملوا لي فولو لايك علشان اللي جاي هيبقى قوي جدا. وحفرت كل الاجزاء ليزر على خشب، وهسيب لكم الديزاين ده لو حد عايز يعملها، وكده بقى معايا كل القطع بمقاسها الحقيقي. وهحتاج في الاول القطعه دي علشان اعمل الشاسيه، وهلزق كل حاجه بسوبر جلو معاه مثبت علشان يبقى اقوى وينجز وقت. وخدت الجنبين اللي هيتركبوا بره ورسمت عليهم خط موازي للشفره، وحفرته بالميني كرافت بسمك صغير علشان لما اتني الخشب ما يتكسرش ويعمل شكل الكيرف بتاع الشفره. وثبت القطعتين على بعض، وكده محتاج اقلل سمك الشفره لاقل حاجه قبل ما اكمل، فصنفرتها درجات كتير وكنت ماشي على نفس الكيرف لحد ما وصلت لاقل سمك في الخشب. وعلشان اخليه اكتر سيف حامي ممكن تشوفه في حياتك، جبت سنون قطر كتير وقعدت اكسر واظبط فيهم علشان اثبتهم على الشفره كلها. الجزء اللي هيبان منهم سمك 3 مللي بس، وعامل لهم طبقه شمع تحت كل الشفرات علشان مستحيل يتكسروا بعدين. وبعد كده لزقت الاجزاء بتاعه الشاسيه وثبت الجنب التاني، والسيف الخاين عورني اول ما عملته. وبعد ما نشف صنفرت كل الاجزاء من بره، ونحت اجزاء من الشفره علشان تمشي مع الشكل، وثبت فينيل اسود مطفي على الجزء اللي فوق كله، بس اتبقلشت تاني فغطيت الشفره كلها بفينيل لحد ما اخلص بقى واكملها في الاخر علشان انا مش مستغني عن صوابعي. وعلشان اعمل باقي السيف طبعت القطعه دي ورشيت جزء منهم لاكي ابيض وجزء اسود، وفي قطعتين لزقت عليهم فينيل ذهبي وثبته وشلت الزياده. اما القطعه كلها نشفت جمعتهم مع بعض طبقات علشان تعمل الشكل في الاخر بالوان وخامات مختلفه. عملت قطعتين بنفس الحوار ولزقتهم في بعض، وصنفرت كل الحواف بتاعتها درجات مختلفه علشان تبقى قطعه واحده، ولزقت عليها قماش اسود علشان تقفل الشكل. وبالنسبه للايد نفسها لزقت عليها فينيل ذهبي فيه اشكال بارزه شويه وعلشان برضو يدي احساس المعدن، وعملت شريط ساده في الاخر. وثبت برضو القطعه اللي مش عارف اسمها دي ولزقتها كويس. وجبت شريط اسود ورحت اليابان، قابلت الراهب واتعلمت منه ازاي اربط ربطه السيوف اليابانيه، وحاولت ما يبقاش فيها اي غلطات علشان يسيبني ارجع مصر تاني. وفي الاخر قفلت الربطه وعملت القطعه اللي في اخر السيف وعملت لها حلقه اسود، وبعدها غيرتها لذهبي علشان تبان اكتر. وحفرت شكل الشفره بتاعه السيف على مكنه الكريكت بنفس الخام عشان تقفل الشكل، وثبتها موازيه وبنفس الكيرف وشلت الزياده. وبعدها قصيت مكان الشفره نفسها بسمك 3 مللي، والمره دي بقلشتني اكتر فروحت خيطت نفسي 3 غرز، ورجعت عملت ديزاين لجمله دايسكيتا جودو ساي ومعناها هاند ميد باي حسام ارت، وحفرتها على فينيل ذهبي وخدت احسن نسختين فيهم وثبتهم على السيف وطلع شكلهم تحفه. واخر حاجه جربت السيف مع كل حاجه لقيتها قدامي وطلع مخيف اكتر ما توقعت، والشفره قويه وما بتتكسرش وفي نفس الوقت حاميه جدا ومخليها طعم الفواكه احسن. فقولوا لي نجرب السيف مع ايه تاني واعمل له فيديو، لانه فعلا بقى حامي بشكل صعب، واكمل واعمل باقي السيوف ولا لا. والسيف نفسه طالع تقيل جدا وتفاصيله مظبوطه، والاهم انه شغال وبيقطع اي حاجه. عايز اعرف رايكم بجد، واعمل ايه تاني، وفولو لايك لو عجبك الفيديو. ولو وصلت لحد هنا شكرا جدا، ويا ريت تساعدوني الفتره اللي جايه علشان احول المحتوى لفيديوهات طويله على القناه، وده هيخلي الفيديوهات اطول والافكار احسن. وشكرا جدا ليكم بجد.